أسعد الله أوقاتكم أحبتي متابعينا ومشاهدينا الأعزاء في كل مكان. رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير. رجعنا وإياكم وحلقة جديدة من برنامجنا جاوبني وأربح. طبعا حلقتنا لهذا اليوم هي برعاية مركز ميكانو 2 لبيع وشراء كافة أنواع أجهزة الموبايل. طبعا احنا اليوم متواجدين في مركز محافظة ديالى بعقوبة، وبالتحديد شارع الطابو، وهذه الأجواء الجميلة في هذا المكان. فنبدأ وناخذ متسابق الأول، لكن بعد ما ناخذ هذا الفاصل ولنا عودة وإياكم. هذه الحلقة برعاية مركز ميكانو 2 لبيع وشراء أجهزة الموبايل بإدارة حسن أبو الجلود. العنوان قضاء بعقوبة، شارع الطابو. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا هلا. رمضان كريم. اجمعين ان شاء الله يا رب العالمين. رمضان كريم علينا وعليك. احنا من كادر يوميات اهل بدروز الثانيه. برنامجنا هو مسابقات. طبعا حلقتنا لهذا اليوم هي برعايه مركز ميكانو 2 لبيع وشراء كافه انواع اجهزه الموبايل. يعني راح نعطيكم سؤال، اذا جاوبتوا على السؤال راح تربحون جائزه مقدمه من مركز ميكانو. بالبدايه لهجتكم مو عراقيه، من وين؟ سوريا. حياكم الله. ربي يسلمك. سوريا. من سوريا طبعا. حياكم الله. بما انه انتم من سوريا راح اعطيكم سؤال يختص بسوريا. تمام 100% راح تعرفونه. راح نربحكم ان شاء الله. سؤال يقول: ما اسم الجبل الذي يشرف على دمشق؟ ما اسم الجبل الذي يشرف على دمشق؟ قاسيون. جبل قاسيون. شو مفروغ منه؟ جبل قاسيون. اكيد. لا طبعا اكيد بلدنا الشام، شامنا. فعلا اجابه كانت صحيحه. الف مبروك، ربحتوا ويانا جائزه مقدمه من مركز ميكانو 2 اللي هو الراعي الرسمي لهذه الحلقه. قبل لا نختم وياكم، شلون تشوفون الاجواء بالعراق بما انه انتم من سوريا؟ والله نحن ببلدنا الثاني، يعني ما لنا حاسين حالنا ببلد غير. يعني سوريا والعراق بتعرف انت من زمان ولحد الان. انا قديمه بالعراق لي 6 سنوات، وبحيي اهل العراق، وان شاء الله رمضان مبارك وكل عام وانتم بالف خير. العيد على الابواب. سوريا صاحبة فضل كذلك على العراق، بما انه العراق هم كذلك اليوم صار صاحب فضل على سوريا، وان شاء الله يا رب يعم الامن والامان على سوريا الحبيبه. شلون شفتي الاستقبال العراقيين؟ والله العراقيين ما بيفرقوا بيننا وبينكم يعني ابدا، مثل ما قالوا عننا نحن سوراقيين. يسلمك ربي. شكرا جزيلا لكم. اهلا وسهلا، شرفتوا. مشكورين. السلام عليكم. السلام حبيبي. رمضان كريم علينا وعليك قبل. راح اعطيك سؤال، واذا جاوبت على السؤال راح تربح جائزه مقدمه من مركز ميكانو 2 لبيع وشراء كافه انواع اجهزه الموبايل. تمام؟ لانه هو الراعي الرسمي لهذه الحلقه. ان شاء الله يكون سؤال سهل مو صعب. السؤال يقول: ما هو جمع كلمه امبراطور؟ ما هو جمع كلمه امبراطور؟ ما هو جمع كلمة امبراطور؟ امبراطورية. ايه متاكد؟ ايوه متأكد. لكن للاسف اجابه غير صحيحه. حظ اوفر ان شاء الله بالمسابقات الاخرى. حبيبي شكرا. إذا طبعا فرصة جميلة اليوم نلتقي مع شاعرنا الكبير والمبدع حسين الزهيري. بداية رمضان كريم عليك، يا رب ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. استاذ وسام، رمضان كريم عليك وعلى الشعب العراقي اجمعين، وينعاد عليكم ان شاء الله بالصحة والعافية. امين يا رب العالمين. رمضان كريم. رمضان مبارك علينا وعليكم ان شاء الله وعلى الامه الاسلاميه جميعا. امين يا رب العالمين. ابو علي، طبعا احنا اليوم من ضمن برنامجنا هو جاوبني اربح، برنامج مسابقات. خير ان شاء الله. نعطيكم سؤال، واذا جاوبتوا على السؤال راح تربحون جائزه مقدمه من مركز ميكانو 2 اللي هو الراعي الرسمي لهذه الحلقه. لكن اليوم نريد نستثمر هذه الفرصه وياك، وهم زين لقيناك بهذا المكان. شلون نشوف الاجواء في شهر رمضان المبارك، الوضع الامني، طقوس شهر رمضان المبارك؟ والله طقوس حلوه، وضع امني جيد، تحديدا محافظه ديالى شارع الطابو. على طول انا اتجول بهذا الشارع، شيء حلو، ونسال الله ان يديم الامان. اي والله الحمد لله، اشوف الامور طيبه وان شاء الله حتى الوضع مستقر. اي والله، ومن خلالها عمنا نوجه شكر وتقدير للقوات الامنيه والمسؤولين عن هذا الشيء، نشكرهم احنا. اي والله. الله يسلمك استاذ حسين الغالي. هسه راح اعطيك السؤال وحتى ننتظر الاجابه. لكن اليوم ما اعرفك استاذ حسين، قلت لك اليوم صح، اليوم الشباب كلها موجوده والناس وما عندك مجال، صحيح. لكن اليوم هذا نستثمر الوقت وياك ان شاء الله. السؤال يقول، ان شاء الله يكون سؤال سهل. سؤال يقول:
حياكم الله. في أي القارات يوجد أكبر عدد من الدول؟ في أي القارات يوجد أكبر عدد من الدول؟ انا اعتقد قاره افريقيا. قارة افريقيا اي. ناش يقول والله حقيقة قارة أفريقيا أكثر الدول بها، أكبر الدول. إيه. قارة عليه. طبعا إجابة كانت صحيحة، ألف مبروك، ربحت ويانا جائزة مقدمة من مركز ميكانو 2 الراعي الرسمي لهذه الحلقة. ألف مبروك. أبو علي جمهوره قوي، احنا بعد ما نقدر. راس لا اخوتي ذول. حلو. أبو علي عندك قصيدة طبعا تتغزل بها أو غزل لبنات ديالى. اي نعم. وزعلوا أغلبية الشباب يقولون أبو علي ليش احنا احنا شنو ذنبنا؟ اي نعم. شنو رأيك؟ محضر لهم قصيدة لو لا؟ والله شوف، هي اولا احنا تغزلنا ببنات ديالى، فمو من حقهم الشباب يزعلون، لان دائما الغزل للبنت، فان شاء الله راح احضر لهم الشباب ديالى بعد العيد انزلها. حصري هاي وكالتنا؟ احسنت، حصريا من وكالتكم، من قناتكم بلد روز مدينتي، وحضرتك استاذ وسام. ان شاء الله تشهد ورا العيد راح تنزل قصيده الشباب ديالى اذكر بها الكرم، الرجوله، الكلافه، كلهم هاي الامور اللي مثل ما يقول تختص بالرجل. الله يسلمك. اما النساء احنا بعد هسه طلعنا من يمها. بعد انت اعطيتهم حقهم. إيه. فابو علي قلت لك اليوم ما اعوفك، اريد نسمع اليوم قصيده برايك باي على ذوقك، شنو القصيده اللي تحب تقدمها اليوم؟ والله لكون احنا مقبلين على عيد، وان شاء الله عيد مبارك عليكم وعلى العراق الحبيب، فاقول حبيت عيد الله لان بلون يشبه لونك، او يا محلى عيديتي اذا جيت وتقل شلونك، كل عام وانت بلا حزن ما تشوف اللي يغثونك، وكل عام وحدك بالقلب وش حدهم يطلعونك، شامات اللي بخدك ضوى يعين الله اللي يشوفونك، ورصعات خدك كارثة عم مرحم اللي يردونك، دافنشي والرسام مجوا واعتذروا ويرسمونك، يا عم طرقاع وعلي واعتذروا واحتاروا يفسرونك. هذا الكل شاب والكل بنية من ديالى، هاي القصيدة إلها، وإن شاء الله عيدهم مبارك. الله يسلمك يا بعد مبارك ان شاء الله. طبعا احنا عليكم إن شاء الله يا بعد راسي. ابو علي قلت لك احنا للاسف لانه الوقت قصير، تمنينا انه حلقه كامله وياك والله العظيم بالطيب والكرم. شاعرنا الكبير واللي رافع روس محافظه ديالى طبعا بالشعر استاذ حسين الزهيري. هاي من واجبي لان هي محافظتي، وش نقدم لها، نحس احنا مقصرين وقليله بحقها، وان شاء الله القادم افضل ان شاء الله. ان شاء الله. كلمه اخيره لفكره البرنامج وشلون شفت والله فكره؟ حلوه هيك، هاي تدل على الوعي، تخلي الانسان اكثر يبحث ويتعلم، وهم تفترون على هالاجواء الحلوه. واحنا يمكن عندنا اجمل شارع بديالى، وديالى كلها حلوه، بس شارع الطابو. اي فدائما والله انا اتواجد هنايا، واجواء حلوه، وتشوف اجواء رمضان سبحان الله تكون تختلف عن باقي الاشهر كلها، بتعاملها، باجواءها، بفطورها، بكل شيء. ونسال الله ان يديم الموده بين الاطياف، وان شاء الله ديالى دائما الظل عاليه الشأن وجميله وما ينقصها كل شيء ان شاء الله. الله يسلمك. شكرا جزيلا استاذ حسين الغالي، اخذنا من وقتك. لا عمر التأخير عزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم. علينا وعليك يا رب. بالبدايه تسمح لي نقعد هنا؟ تفضل اهلا وسهلا. شكرا جزيلا. طبعا احنا من كادر يوميات اهل بلد روز الثانيه، برنامجنا هو مسابقات. عندنا سؤال نعطيكم اياه، اذا جاوبتوا على السؤال راح تربح جائزه مقدمه من مركز ميكانو 2 اللي هو الراعي الرسمي لهذه الحلقه. ان شاء الله مستعد؟ ان شاء الله باذن الله. بالبدايه شلون نشوف اجواء شهر رمضان المبارك في هذا المكان؟ اجواء حلوه زوينه، وكلها الفه ومحبه، وان شاء الله ينعاد على الجميع. امين يا رب العالمين. طبعا من لهجتك مو عراقي، يمكن من وين؟ لبناني. حياكم الله. حياك الله. شلون نشوف الاجواء في لبنان ما بين في العراق؟ شنو الاختلاف؟ مبدئيا هو بلد واحد، يعني لبنان والعراق اشقاء كلهم، يعني كل الدول العربيه وكلنا مسلمين، والحمد لله على نعمه الاسلام جميعا، ورمضان كريم. تعامل العراقيين وياكم هنا في هذا المكان شلون نشوف التعامل؟ هلا نحن والعراقيين في عندنا وحده حال نعتبر، يعني العراقيين ينزلون لبنان كثير باعداد، يعني في عندنا في تعامل وياهم من لبنان قبل ما جينا هون، يعني فتقريبا الوضع تمام لحد هسه.
حياكم الله. طبعا واحنا نخليكم على رؤوسنا. طبعا جميع الدول العربيه الاشقاء في بلدهم الثاني هو العراق. حتى ما اطيل عليك راح ابدي وياك السؤال. قلت لك راح اسالك سؤال واذا جاوبت راح تربح جائزه مقدمه من مركز ميكانو 2. السؤال يقول: ما هو جمع كلمه امبراطور؟ ما هو جمع كلمه امبراطور؟ امبراطور ما لها جمع. لا هي الها جمع. اللغه العربيه الها جمع. امبراطوريات. حتى اساعدك مو ما لها جمع. امبراطور وهي يعني ما لها جمع. 5 ثواني اخيره اذا ما جاوبت. امبراطورية. لكن للاسف حاولنا نساعدك، حاولنا نفوزك، لكن للاسف حظ اوفر بالمسابقات الاخرى. شكرا حبيبي. السلام عليكم. اهلا اخويا، السلام عليكم. رمضان كريم. علينا وعليكم ان شاء الله. عندنا سؤال راح اسالك اياه، واذا جاوبت على السؤال راح تربح جائزه مقدمه من مركز ميكانو 2 لبيع وشراء كافه انواع اجهزه الموبايل اللي هو الراعي الرسمي لهذه الحلقه. قبل لا ابدا السؤال وياك، شو تسوي هنا اليوم بشارع الطابو؟ والله انا هنا عامل اشتغل. شنو تشتغل؟ عامل يعني بمطعم. حلو. راح اسالك سؤال وان شاء الله يكون السؤال سهل او صعب تريده؟ سهل. ها؟ سهل. وحسب التسلسل يمكن يعني حظك يعني يكون ايه. تمام. السؤال يقول: ما اسم الجبل الذي يشرف على دمشق؟ ما اسم الجبل الذي يشرف على دمشق؟ اختيارات ماكو؟ للاسف السؤال ما باختيارات. هذا الاسئله طبعا هي لاختبار المعلومات الناس. جبل يشرف على دمشق؟ ما قرأت سؤال بدي لي اياه. وسبحان الله هو هذا الحظ انه كان هذا سؤالك بعد. تمام. راح ابدل لك سؤال بما انه طلبت راح ابدل لك ترى سؤال صعب. يقول: في اي القارات يوجد اكبر عدد من الدول؟ في اي القارات يوجد اكبر عدد من الدول؟ اسيا. متاكد؟ إيه. لكن للاسف اجابه غير صحيحه. حظ اوفر ان شاء الله بالمسابقات الاخرى. شكرا جزيلا حبيبي. هلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. علينا وعليكم العافية بالصحة والسلامة إن شاء الله. امين يا رب العالمين. رمضان كريم. علينا وعليكم اجمعين ان شاء الله. امين يا رب العالمين. طبعا احنا من كادر يوميات اهل بلد روز الثانيه. برنامجنا هو مسابقات. نعطيكم سؤال واذا جاوبتوا على السؤال راح تربحون جائزه مقدمه من مركز ميكانو 2 اللي هو الراعي الرسمي لهذه الحلقه. خلونا بدايه نتعرف على اسماءكم. أمير خالد. محمد اياد. محمد. قبل لا نبدا السؤال اللي راح اقدمه لكم، شلون تشوفون الاجواء بشهر رمضان المبارك بما انه احنا اليوم على نهايه هذا الشهر الفضيل؟ والله أجواء ممتعة وأجواء حلوة وإن شاء الله يا رب تنعاد بالصحة والعافية وعقبال العيد إحنا إن شاء الله نعاد بالأمن والأمان ورب يحفظ الجميع إن شاء الله. امين يا رب العالمين. ما اريد اطيل عليكم، راح ابدي وياكم السؤال. سؤال ان شاء الله يكون سهل. سؤال يقول: دولة افريقية عاصمتها فري تاون. دولة افريقية عاصمتها فري تاون، من هي؟ كاميرون. شوية بعد فكر اكثر. ما اعرف. سيرالون هيك. وصلت، بس اريد تعطيني الاجابة بالمضبوط. سيرالون هي هيك يمكن تقريبا.
سيراليون ما ادري شلون نسيتها، ما اعرف ما اذكرها. بما انه وصلتوا راح اقول لكم انه جاوبتكم كانت صحيحه انه سيراليون وليس سيراليون. اي اجابه صحيحه، الف مبروك، ربحتوا ويانا جائزه مقدمه طبعا من مركز ميكانو 2 اللي هو الراعي الرسمي لهذه الحلقه. طبعا مركز ميكانو 2 هو لبيع وشراء كافه انواع اجهزه الموبايل. شلون نشوف فكره البرنامج؟ والله فكرة حلوة وفكرة ممتعة، وإن شاء الله مستمرة ولها هدف واضح إن شاء الله. كلمه اخيره. والله عاشتكم وشكرا لكم، وان شاء الله تستمرون. شكرا جزيلا حبيبي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم علينا وعليكم وعلى المشاهدين الكرام إن شاء الله. امين يا رب العالمين. طبعا راح اعطيك سؤال، واذا جاوبت على السؤال راح تربح جائزه مقدمه من مركز ميكانو 2 لبيع وشراء جميع اجهزه الموبايل. طبعا هو اللي الراعي الرسمي لهذه الحلقه. حتى ما اطلع عليك، السؤال يقول ما هو اثقل حيوان في العالم؟ أثقل حيوان في العالم؟ نعم. أعتقد الحوت الأزرق. الحوت الأزرق. متاكد؟ إن شاء الله متأكد. طبعا اجابه كانت صحيحه، الف مبروك، ربحت ويانا جائزه مقدمه من مركز ميكانو 2 اللي هو الراعي الرسمي لهذه الحلقه. تفضل عزيزي، كلمه اخيره. شكرا جزيلا على هذا البرنامج الجميل، وإن شاء الله من إبداع إلى إبداع. اليوميات الخاصة. رمضان كريم. كريم على العراقيين وعلى الشعب العراقي، وإن شاء الله يعم الخير على الجميع. امين يا رب العالمين. رمضان كريم على الجميع إن شاء الله، على أمة محمد. علينا وعليكم على أمة محمد إن شاء الله. امين يا رب العالمين. حجينا احنا من كادر يوميات اهل بلد رز الثانيه، برنامجنا هو مسابقات، يعني نعطيكم سؤال واذا جاوبتوا على السؤال راح تربحون جائزه مقدمه من مركز ميكانو 2 لبيع وشراء جميع اجهزه الموبايل اللي هو الراعي الرسمي لهذه الحلقه. بالبدايه شلون نشوف قبل لا نبدا طبعا بالسؤال، شلون نشوف شهر رمضان المبارك بما انه انت خروجكم بعد الافطار وطقوس شهر رمضان المبارك الجميله؟ طبعا والله الشهر هذا اللي هذه السنة يعني أكيد أكو فرق بين جمال هذا الشهر والأمان والفرح. اللي ألاحظ العالم مرتاحة ومتونسة على هذا الشهر، إن شاء الله يعم الخير علينا دائما. امين يا رب العالمين. خلينا نتعرف بدايه ابو من؟ أنا أبو رنا. ابو رنا على راسي. شباب تعرف على حمزة. قاسم. حلو، راح ابدا وياكم بالسؤال ابو رنا، وان شاء الله يكون السؤال سهل، ومثل ما قلت لك اذا جاوبت راح تربح جائزه مقدمه من مركز ميكانو 2 اللي هو الراعي الرسمي لهذه الحلقه. السؤال يقول ما هي الشجره التي يرمز احد اغصانها للسلام؟ الزيتون. منو؟ الزيتون، شجرة الزيتون. إجابة سريعة حجي. لأنه كل العالم من العصور القديمة الرومانية كان يضعون الأكاليل مال الزيتون دليل السلام ودليل المحبة على وتعم الخير إن شاء الله على الجميع. آمين. خلينا هنا نشوف الشباب شو تقولون؟ شنو على الشجرة؟ أي زيتون. يا شجرة يرمز أحد أغصانها للسلام. زيتون. صراحة أنا ما أعرفها، بس سمعناها من الحجي الإجابة. من الحجي. طبعا إجابة قريتها من بوعت وقريتها بوعت من ورا. يعني غشيت. حلو، إجابة الحجي يا أبو رنا كانت صحيحة، ألف مبروك، ربحت ويانا جائزة مقدمة من مركز ميكانو 2 اللي هو الراعي الرسمي لهذه الحلقة. تفضل حجي. كلمة أخيرة، وشلون تشوف فكرة البرنامج؟ فكرة حلوة وجميلة، طبعا هذا دليل المحبة والتفاهم للمجتمع مالنا، خصوصا في ديالة اللي هي بها أطياف كثيرة، وأكيد هاي الأطياف متحابة إن شاء الله، ويعم الخير على الجميع إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا عمي. يلا اعذرونا شباب. لا هذا. إذن أحبتي المتابعين، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم التي كانت في شارع طابو في مركز محافظة ديالى بعقوبة. طبعا حلقتنا لهذا اليوم هي كانت برعاية مركز ميكانو 2 لبيع وشراء كافة أنواع أجهزة الموبايل. إن شاء الله تكون الحلقة قد نالت إعجابكم. في الأخير لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى فريق العمل كل من المصورين سجاد حافظ وعلي زياد ومصطفى سالم، ومدير التصوير والإنتاج المبدع سيان جبار، وفي الإشراف علي طه. نلتقي وإياكم في حلقات أخرى، إلى اللقاء.